حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده نعمل ايه؟ ملبن. محشور. بس هو ايه الملبن؟ المفروض اصلا بعسل الجلوكوز ده بيحطوه فيه وكده، بس انا ما عنديش، فانا عملته بالايه، فديت معلقه جيلاتين كانت عندي يعني كبيره. المهم اول حاجه هنعمل ايه، كوبايه ايه سكر كده اهوت، كوبايه هنحط عليها كوبايتين ميه، يعني كوبايه السكر دي هنحط عليها كوبايتين ميه. اهو انا حطيت كوبايه وفتحت النار، وهحط بقى التانية كده، وهبتدي بقى ايه ان انا اقلبها بمعلقه خشب. وانا بقى بقلب كده اهو كوبايتين ميه على كوبايه سكر، ونسيبهم لغايه لما ده يدوب. هنا بقى الجيلاتين هندوبه في كوبايه ميه دافيه، انا مسخنه الكتل شويه يعني، هنعمله كده هنحاول نقلبه ندوبه يعني. الجيلاتين هنقلبه بقى ايه في حبه ميه دافيين كده نبتدي بقى ان احنا ندوبه خالص. وانا بقى بقلب كده هحكي لكم قصه وانا في المعهد. مره وانا في المعهد كان في واحده صاحبتي بتروح وبتيجي معايا احنا المعهد بتاعي كان في بورسعيد، فكانت صاحبتي دي بتروح وبتيجي معايا، كان بيتها قريب من بيتي، فترن عليا نمشي مع بعض سوا وكلام من ده. المهم اجى علينا هنعمل في الاخر حاجه اسمها مشروع. المشروع ده كل مجموعه تتجمع فيه مكونه من 5 تنفار، ويبقى المشرف عليهم حد على ال4 دول. فانا كنت من اجى هو المهندس، كان هو بنقول عليه المهندس، اختارني انا، كلهم مختار لهم ان هو يبقى المشرف بتاعهم ولد. انا بقى اجت الدنيا ال5 كانوا بنات، انا كنت انا المشرفة على ال4 دول. هو اختارني قال دينا اللي هتبقى المشرفة على دول. المهم قلت خلاص دي الدنيا يعني الدنيا هتضحك لي بقى، ده اقول لكم بس عشان تعرفوا البخت. المهم قالوا لي طيب ماشي. المهم ال4 دول كان فيهم واحده صاحبتي قوي اللي هي كانت يعني ما زالت برضه بكلمها وكده، وربنا يصلحها لها. ومنها كانت اللي هي بتمشي معايا، ومنهم كانوا 2 تانيين. اللي بتمشي معايا دي اللي كنا بنروح الاتوبيس سوا والكلام ده كله، اتفقت مع ال2 التانيين ان هم يحاولوا ان هم يشيلوني من الموضوع. فالمهم كان في من احنا ال5 دول لازم نعمل حاجه نكتبها بحث، يعني بحث اللي هيبقى بحثه حلو هو ده اللي هيبقى رقم 1 من ال5. المهم انا اجت عليا الفتره دي كان ايام رمضان وكحك وكلام من ده، كنت قاعده بساعد ماما في الكحك وكلام من ده. فبعدين اجت اخويا ومرات اخويا ربنا يصلحها له يعني، اجت مرات اخويا بتقول لي قلت لها والله ده انا ورايا بحث، حاجه باينه، ورايا بحث وعايزه اعمله ومانيش فاضيه. قالت لي بحث عن ايه؟ قلت لها يعني عن المشاريع اللي بتبقى في الجامعات، الحاجات دي كلها، اللوح والحاجات دي كلها، هي كان تبع الهندسه والحاجات دي. فراحت قالت لي طيب انا عندي كتب واخوك عنده كتب، يعني عندنا مكتبه، هو كان الله يصلح حالهم يعني، هاتي وانا اعملهولك. قعدت يعني سهرانه تعمل لي في البحث ده، ما هي بتساعدني لان انا بساعد امي وبعمل كحك وحاجات من دي مش فاضيين. فراحت ماما راحت قالت لي اديلها تعملهولي. ماما قعدت كتبتهولي الله يصلح حالها، وبحث بقى كده بقى من كتب بقى بتاعت خريجة محاسبة، وانا اخويا مدير ائتمان في بنك، يعني شوف بقى كتب بقى من الاخر، يعني انتوا فاهمين. قالت لي البحث كده. المهم رحت مع صاحبتي واحنا ماشيين، فبتقول لي دينا انت كتبتي البحث؟ قلت لها الحمد لله وخلصته وكل حاجه. حاجه انا من النوع الصريح، لو حد عمل لي حاجه اقول ده عمل لي وده عمل لي وده عمل لي، ما نحبش ان انا الف وادور. قلت لها والله ده مرات اخويا كانت عندنا
بنتي بتضحك. مرات اخويا كانت عندنا من حصل وحصل وحصل، ده من التخلف ومن كتر ما انا على نياتي قوي. طبعا طبعا يعني. وحصل انا بقولك وحصل وحصل هاتي انا اللي بقول. النار اتطفى. وحصل وحصل وحصل. المهم راحت قالت لي ايه والله ده انا ايه طيب لما هروح هناك هشوف بس ايه اكمل بس اخر صفحتين من عندك، لان ايه مانيش عارفه اكتب ايه. طب انا مش هقول لها لا، قلت لها وماله اما نروح باختي. المهم اتريناها هي ما كتبتش حاجه اصلا في البحث، واخدته نقلته عندها. ده شوفوا من كتر الغدر ومن كتر العيشه يعني، اخدته كتبته عندها كله نقلته، وراحت راحة للمهندس اللي هو مختارني، قالت له ده بص ده اللي انت مختارها يا ريسة دي ماشية معايا ورايحين وجايين سوا، اللي انت مختارها دي اخدت البحث بتاعي ونقلته عندها. شوف ورقتي زي ورقتها ازاي ومن ورايا من غير ما اعرف. انا ما اعرفش الكلام ده كله. فاجا المهندس راح قايل لي لا انا انت كذا كذا كذا، وازاي انا مأمنك وانت اللي المشرفة وانت اللي هتبقي مش عارفة ايه وانت وفي الاخر تروحي تنقلي من. قلت له انا ما نقلتش حاجة من حد. نقلت ايه؟ قال انا عملتك انتوا ما تشوفونيش من كتر العياط والقهرة اللي حصلت لي. انا قعدت 3 ايام في البيت مش طايقه نفسي. طب ما وحكيت كنت له تقولي ماما، له، ما كنت تقولي له. قلت لهم طبعا هي طبعا معاها 2، فهي هم عايزين ايه يعملوا اي حاجه بحيث ان هم إيه متغاظين مني ولا ما تعرفوش في ايه، مع ان والله ماليش اعداء ومانيش من النوع الوحش يعني. قلت له انا ده والله العظيم. وماما حطيت بقى ايه، هنحط هنا معلقه نشا مع كده اهو مع الجيلاتين، مش كتير يعني، هما معلقتين كده، معلقتين ونص. ونبتدي بقى ندورها كده. قلت له انا والله العظيم ما حصل، انا ما نقلتش حاجه من حد، والله العظيم ما حصل. قعدت اعيط وحالتي كانت حاله. هو مصدقكيش برضه؟ لسه كل ده مصدقكيش؟ ما هو كان معاه 2 هي معاها 3 يعني 3 طبعا متأمين عليا وما تعرفيش انا عملت ايه اصلا. ورحت عيطت لماما واتضايقت وبقيت اعيط لها واعمل لها وحكايت والدنيا ولا. المهم سبتهم وقلت لها خلاص وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي وانا مش مسامحاكي. اجت بقى رحت لقيتها ايه بعدها بيومين مامتها بتتصل بيا، بتتصل بالتليفون وقالت لي والله يا دينا انا اسفه، انا والله مسكتها نيلتها. قلت لها نيلتها بعد ايه؟ ما خلاص البحث بتاعي راح وهي اخدته لنفسها وانا مش عارفه. قالت لي ده غداره وحشه مش عارفه ايه، انا مسكتها لك نيلتها لك مش عارفه ايه. قلت لها خلاص ما البحث راح والدنيا راحت وبعد ايه؟ بعد ايه اللي هي ليه انا عشان ايه تعمل ده كله؟ انا قصرت معاها في ايه؟ بعدها اتلاقيتها جايالي اواخر رمضان، جايالي بتقولي انا سمعت عمرو خالد وانا اللي جايه اصالحك وابتدي بالصلح. قلت لها خلاص اصلا انت مهما عملتي انا صورت الغدر في دمك، فانا مش هقدر ان انا حتى لو كلمتك هكلمك كده وخلاص. المهم خدنا الاجازه ومش الاجازه والكلام ده كلها، اتلاقيتها جايالي في يوم هي ومامتها زياره يعني وجايبه حلويات. انا استغربت هو في ايه يا ولاد؟ ماما قالت لي في ايه؟ قلت لها مش عارفه. قعدت ومش عارفه ايه وقعدوا اخدوا قعدتهم ومشوا. المهم لقيتها بعدها مامتها بقى روحت فبتقول لي ايه طب هاتي يا دينا اكلم ماما. خدي يا ماما كلميها. لقيتها بتقول لماما احنا متقدمين لدينا يعني لاخوها. فماما قالت لها ازاي ومش ازاي، فراحت قالت لها والله يعني دينا طيبه وكفايه ان هي ما عملتش حاجه ومرضتش ترد الاساءه بالاساءه، هي سابتها ومشت والله ودينا على دماغي ومش عارفه ايه وكده. بس في الاول والاخر يعني لا انا ولا ماما رضينا يعني. طب ما كانت
ما كنت تقول المهندس. قلت له بس هو ما فيش، ما هو هيصدق 3 ولا هيصدق واحدة. بصي والله العظيم. وكل ده المهندس لسه مش مصدقك. ما اعرفش بقى، انا خلاص بقى خلصت السنة وخلاص، وهي خلاص ضيعت مني البحث اللي مرات اخويا تعبت لي فيه. مش انا اللي تعبانة فيه. يعني شوفوا الغدر راح لغاية فين. يعني والله بجد الله يسامحها يعني مش عارفه اقول ايه، بس هو والله ده اللي كان حاصل. فانا حبيت احكي لكم على حته غدر. يعني بصوا كانت ماشيه، بقول لكم ماشيه معايا ورايحه وجايه. شوفوا. يلا الحمد لله احنا كده اهو دوبنا النشا. شوفوا كتر الكلام مش عارف غلط. النشا مع الجيلاتين اهو لغايه هيبقى ميه ازاي. هنبتدي بقى نحطه على السكر وهو بيغلي. خليكم بقى معايا. شوفوا العسل هو بدأ يغلي، اروح حاطه بقى اللي انا دوبته ده. ما نسيبوش بقى، نفضل ايه نقلب فيه كتير. شوفوا نفضل نقلب كده لغايه لما يتماسك معانا. شوفوا يا حبيبي هو عمل ازاي. احنا بقى مش هنجيب عين جمل، احنا ناس على قد حالنا. انا مقشره شويه فول اهمت، هنروح حاطينهم كده ونبتدي ايه ان احنا ايه نقلبهم. شوفوا بقى يا حبايبي انا جبت علبه اهيت لقيتها زيت كلها اهي. وهنا اهوت اللي انا عملته خلاص خلص. هنبتدي بقى ايه نحط اللي في العلبه كده اهو. هنحطها كده بالمنظر ده كده. انا عامله طبعا حبه صغيرين. ليه بقى؟ هنجربها هنشوف بقى هيطلع حلو ولا لا. شوف بقى يا حبيبي بجد ازاي انا حطيته في الفريزر مسك اهو. وهنا بقى انا عامله كيس فيه عليه نشا قطعت. نروح بقى كبينها كده. واو واو. نبتدي بقى ايه نغلفها بالنشا كده كلها بقى. شوفوا بقى يا حبايبي انا قطعتها مربعات وغلفتها كلها في النشا شوفوا هي عايزه تجمد كمان. شوفوا عامله ازاي. والله حلوه جدا. وانتوا عايزين تعملوها اجمد من كده كتروا النشا. بس هي ايه انا حباها ان هي تبقى ايه طريه كده. بس على فكره والله حلوه جدا. خدي ايه تندوقي كده قولي ايه رايك بامانه. والله العظيم حلوه. جربوها وبس سيبوها في التلاجة. هم مش صابرين سيبوها في التلاجة شويه كمان. انا كنت حطاها في الفريزر وكتروا النشا شويه لو انتوا عايزينها تبقى ايه اللي هي ناشفه دي. وجربوها وقولي لي ايه رايكم. وما تنسونيش بقى في لايك وكلمه حلوه منكم. واشوفكم على خير. باي باي.